امتثال فوزي، أمها تخلصت من أبيها وأبوها تخلص من ابنتها. شوفوا رد انتقام السماء. هز رحيلها مصر سنة 1936 ونهايتها هزت الرأي العام، وسر بدلة الرأس بتاعت امتثال فوزي. الراقصة التي قضت على عصر الفتوات مثلت ماجدة الخطيب قصتها في فيلم باسم امتثال وقصة الخيانة. اسمها أسماء أحمد إبراهيم عبد العزيز، مواليد 25 فبراير 1901 وتوفت في 22 مايو 1936. الغريب إن الشرطة طمست معالم الحقيقة بتاعتها تماما، نظرا لأن الضباط القائمين على مركز الشرطة قسم الأزبكية كانوا ضباط مرتشين، كانوا بيرتشوا من البلطجية. أبوها من ديروت أسيوط، كان راجل فقير جدا جدا جدا، وكان من عمال الترحيل، كان بيروح يشتغلوا في الزراعة. والكلام ده كان سنة 1896. نزل للقاهرة وسكن في العطارين في الإسكندرية. كان راجل وسيم وحلو وطويل، وأي واحدة كانت بتشوفه تحب. وحصل قصة حب بينه وبين واحدة صاحبة البيت اللي كان ساكن فيه، وكان معاها بنت عجبها رجولته وفحولته، وبقت تقرب منه شوية بشوية. المهم ان هو حب بنتها، وشجعته الأم على انه يتجوزها، واعترف لها بالفعل بحب، وكلم امها على طول وقال لها انا عايزة اتجوز بنتك. امها وافقت على طول وقالت له انت تحمينا وتبقى الراجل بتاعنا. واتجوز الراجل ده بنت صاحبة البيت، ووفروا له فلوس واكل وعيشة، وجابوا له كمان شغل في مستشفى عامل نظافة. كان بيشتغل بالليل، يطلع من 7 المغرب يجي الصبح، ويسمع الناس بيتغمزوا ويتلمزوا عليه ويضحكوا لما يعدوا. والراجل بقى محتار وبيقول هم بيضحكوا عليا ليه، يا ترى في ايه؟ ويروح يسأل مراته ويقول لها الناس بتتأمز وتتلمز عليا وبيتكلموا وبيضحكوا عليا وانا ماشي، يا ترى في ايه؟ تقول له مالكش دعوة بيهم، خليك في شغلك، دي ناس وحشة، المهم ان انت تستمر في شغلك وان احنا نلاقي اكلنا وشربنا. المهم ان علموه السكر والشرب بقى يشرب ويعمل. والام كانت بتتحرش بجوز بنتها ويشرب ويدوخ. وفي يوم من الايام صحي من النوم لقى نفسه على سرير امها، مراته. بقى مفزوع، صحي لقاها ايه، نايمة عريانة جنبه. اتفزع واتخض من هول المنظر، وقال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له ده احنا امبارح شربنا وعملنا والاخر ايه، نمنا كده. ومن الموقف ده حصل له تعب نفسي، ازاي حصل بين مراتي وانا الكلام ده؟ وكان ليه صديق راجل صعيدي، كان على علاقة صداقة قوية بينه وبينه، وكلمه وقال له ده مراتك وحماتك شغالين في الدعارة. قال له ازاي؟ استحالة، انت بتتكلم تقول ايه؟ قال له انت بتروح المستشفى من الساعة 7 المغرب بتيجي الصبح، ما بتشوفش اللي بيحصل ده؟ في رجالة بيدخلوا لمراتك وحماتك، انت مش شايف حاجة؟ احنا شايفين كل حاجة. الراجل جوزها حاول ان هو يكتشف الموضوع، فعمل حيلة وقال لهم ده انا ايه رايح الشغل، واستخبى ورجع بالليل. بيفتح الباب لقى ايه، راجل مع مراته. بيفتح باب على حماته لقى معاها راجل اخر. لقى مراته وحماته في احضان الرجاله، استغرب جدا. وبعدين لقى حماته لايمه برضو راخره كده. طلع على الرجاله هب ودب. المهم ان الرجاله دول خدوه وايه وحطوه في شوال ورموه في مكان بعيد. وفضل الراجل الصعيدي صاحبه كل يوم يسأل عليه ويقول لهم فلان فين، الراجل ده راح فين. استعبوا من السؤال، من سؤال الراجل الصعيدي ده، وخافوا ان هم يكشف سترهم. قاموا سابوا البيت وانتقلوا وبعدوا بعيد. في الفترة دي كانت مراته كانت حامل وجابت امتثال بنت صغيرة، ونشأت امتثال في بيوت الدعارة دي بين ستها وامها والرجالة اللي داخلة وخارجة. وكبرت امتثال في الجو ده، ودخلتها امها في قصص الرقص من سن 13 سنة. فتحت معاها واشتهروا في اسكندرية. بمقاس الزمن كانت امتثال جميلة جدا، وكبرت واشتهرت ووصلت لبديعة مصابني. بديعة مصابني راحت لها مخصوص اسكندرية ومضت معاها عقد عشان تشتغل معاها في كازينو بديعة. بعد ما نالت امتثال الشهرة والصيت والغنى،
راحت قامت بعدت عن بديعة خالص، واتلمت على واحدة اسمها ميري منصور، كانت رقاصة. اتفقت معاها وسابوا كازينو بديعة وفتحوا كازينو خاص بيهم. الكازينو ده كان في القاهرة في محطة مصر في رمسيس، اسمه كازينو البسفور في ميدان رمسيس بالذات. وغيرت حياة امتثال بقى، وتعرفت على ممثلين وكتاب. الكازينو كان بيبقى رواده من الممثلين والكتاب والشعراء والمخرجين. والكازينو بتاعهم اشتهر بالراقصات، وغطى على كل الكازينوات، حتى غطى على كازينو بديع مصابني. وكان بيروح عندها في الكازينو زكي طليمات رائد المسرح الحديث، وكان متجوز وقتها من روز اليوسف وطلقها. كان بيروح يسهر في كازينو امتثال، وهو اللي أنشأ معهد التمثيل أو معهد الفنون المسرحية حاليا. وحصل بينه وبين امتثال قصة حب واتجوزها، وقال عنها ان هي كانت بتعرف بتدي الراجل حقوقه تماما، وكانت في غاية الأنوثة، ووشها حلو وعشرتها حلوة في الفترة دي. ده الكلام اللي حصل واللي اتقال عن امتثال سنة 1935. كانت فترة الفتوات الموجودين في مصر، وكانوا الفتوات بيفرضوا أتاوة على الراقصات وعلى السكان كمان اللي موجودين، سواء السكان أو اللي فاتحين محلات أو اللي فاتحين كازينوهات. كانوا بياخدوا الأتاوة من الناس، ولو في واحد ما دفعش كان يبقى يا ويله ويا سواد ليله. ضرب وإهانة وتكسير في محلاته. وكمان كانوا شغالين من قبل الشرطة، شرطة الأزبكية. كانوا بيدوا الضباط الموجودين في اسم شرطة الأزبكية رشاوي. وقتها بقى كان الجيش الانجليزي كان محتل، بيقبضوا الضباط المصريين والاتراك والشراكسه، كلهم بيقبضوا من البلطجيه، بلطجي المنطقه. كل بلطجي كان ليه منطقه مخصصه بيه. كان بياخد بقى اتاوى على الراقصات وعلى الكازينوهات، بالذات بقى كازينو الأزبكية ده. المنطقة دي كلها كانت منطقة الكازينوهات والرقصات الأزبكية وعماد الدين. كانوا الضباط في اسم الأزبكية كانوا مرتشون. وكان ماسك المنطقة دي واحد اسمه فؤاد الشامي، ده كان بلطجي. لما امتثال وميري منصور فتحوا الكازينو، فرض عليهم كل شهر ان هم يدفعوا 50 جنيه. والكلام ده كان في الثلاثينات، وكان ال50 جنيه دي ممكن تشتري عمارة، تشتري بيوت. دي كانت فترة بيدفع فيها الأتاوة زي أصحاب الكازينوهات والراقصات لكل الفتوات. وكان كمان بيسكر وينام مع أي رقاصة عايزها من الموجودين في الكازينو اللي موجود فيه امتثال أو الكازينو اللي موجود بتاع بديعة مصابني. المهم إن ده كان فتوة المنطقة، ولكل منطقة فتوة. وأخدت امتثال فترة إن هي تديله، وفي مرة بقى غضبت وقالت له لأ أنا مش هديلك. راح عمل معاها خناقة وهددها، وقال لها لو ما ادتنيش مش هيحصل لك كويس. استمرت الخناقة بين امتثال وبين الفتوة ده، وقام قام اتف في وشه، قام ضربها بالقلم على وشها. وراحت امتثال قسم الأزبكية عشان تحكي وتقول ان ده بيهدد حياتي. لكن طبعا الضباط المرتشون قالوا لها احنا ملناش دعوة بالمواضيع دي، احنا لينا دعوة لو عمل لك حاجة تجينا. طب انتوا هتيجوا بعد ما الحاجة دي تتعمل، بعد ما يتخلص عليا او يخلص مني؟ قالوا لها ادام ما فيكيش حاجة، احنا الموضوع ده ما يهمناش، ما نتكلمش فيه. وفي يوم 22 مايو سنة 1936 كان ليها شهر واكتر ما بتدفعش الاتاوة، ودخل عليها البلطجي والحزمة الرجالة اللي معاه، كسروا الكازينو ووقفوا حال الرقصات. وراحت برضو امتثال للشرطة وقالت لهم، قالوا لها برضو احنا ملناش دعوة. ده طبعا بيقبضوا من الفتوة، ازاي ان هم هيجوا مع امتثال على الفتوة؟ والظابط ضربها وطردها من الاسم وقال لها روحي ارجعي الكازينو بتاعك وما تجيش عندنا تاني. واصرت امتثال مع كل اللي بتشوفه ده ان هي ما تديش فؤاد الشامي البلطجي الاتاوة. والكازينو طبعا ما كانش للشرب وللراقصات بس، الكازينو كمان كان بيدار فيه موضوع الدعارة. يعني البلطجي بياخد الاتاوة وبياخد كمان واحدة من الراقصات يقضي معاها ليلة اللي هو يختارها.
ومن كلام إصرار امتثال على إن هي ما تدلوش القتاوة، ده بيدل على إن هي كسرت هيبته في حي الأزبكية، وخاف كمان الناس والمحلات والراقصات يعملوا زيها. وقام واحد من عصابة فؤاد الشامي اسمه كامل الحريري وضرب امتثاله وخلصوا عليها وخلصوا منها. وبعد 4 أيام برضو خلصوا على واحدة رقاصة اسمها عيوشة. فؤاد الشامي وشاع الخبر ووصل لمجلة روزا اليوسف، وعملت بالتحديد على الموضوع ده وقلبت الدنيا. وجاء رئيس الوزراء وأصدر أمر بإنهاء عصر الفتوات وقبض على فؤاد الشامي وعلى إخوانه أو العصابة بتاعته البلطجية، والتحقيق. وأدار التحقيق بنفسه رئيس الوزراء في اسم الأزبكية، اللي لقى مفيش أي تحقيقات بسبب الحوادث اللي بتحصل دي، وقبض على الضباط اللي موجودين في الشرطة. وكمان الأسماء كامل الحريري وكل أفراد العصابة، حسين إبراهيم حسن، وكل دول اتقبض عليهم وخدوا 25 سنة سجن. وبكده كانت امتثال هي سبب في إنهاء فترة الفتوات في مصر.